السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله جايلكم فيديو إن شاء الله يعجبكم قوي. هعمل معاكم كده كيكة الشاي. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي؟ يلا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات ونشوف مقاديرنا ايه النهاردة. نسمي بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا كده كوبايتين من الدقيق منخولين طبعا، وكمان رشة من الملح، ومعايا كيس كيك شيف بالشكل ده كده. اقلبهم دي المواد الجافة كده على بعضها الأول واقلب. نجيب بقى الخلاط بتاعنا نحط فيه بقى المواد السائلة اللي هي ايه بقى. معايا بيضتين طبعا، بنعمل واحدة واحدة كده علشان برضو بنختبر البيض الأول زي ما انتوا شايفين كده. نكسر بقى البيضة التانية، نحطها مع التانية. احط ايه بقى كمان في الخلاط. معايا هنا بشر برتقان، طبعا ده كنت عاملاه من البرتقان كده مفرزاه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بيدي طعم حلو قوي وريحة كمان للكيكة. معايا برضو فانيليا، ولو مش عايزين تحطوا فانيليا عادي خالص، هو بشر البرتقال بيقوم بالواجب بصراحة يعني. معايا بقى هنا كوباية ونص من السكر. اخد بقى دول كده اضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. شايفين جيت بسرعة ازاي كده ضربتهم في الخلاط. حطيت هنا بقى كمان كده نص كوباية من الزيت، ومعايا كمان كوباية من اللبن. معايا كمان حطيت كمان معلقة كبيرة من الخل، وارجع اضربهم كده في الخلاط. كده ضربتهم خلاص اهو جيت يعني. معايا بقى المواد الجافة اللي عملناها مع بعض في الاول، كانت الدقيق مع رشة الملح، وكمان الكيك شيف. احط بقى المواد السائلة اللي انا ضربتها في الخلاط كلها كده على الدقيق واقلبهم كده بالمضرب. مضرب عادي يعني، مش لازم مضرب كهرباء ولا حاجة. كيكة سهلة وسريعة وتبقى حلوة مع الشاي. شايفين بقى جميلة ازاي؟ سهلة وسريعة ومفيش فيها اي حاجة. معايا بقى كده طبقين. هقسم بقى الخليط بتاعي ده. قسمته الى نصين كده. قسمتهم بقى بالشكل ده كده. معايا بقى يعني اخد الطبق منهم احط عليه كاكاو. طبعا بنحط مثلا معلقتين ونشوف الدرجة اللي احنا عايزينها، درجة اللون بتاعته. لو عايزين نزود بنزود. سبت بقى الطبق التاني كده سادة زي ما هو. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ شايفين بقى اللون بتاعه حلو ازاي؟ اه
بالشكل ده كده. معايا بقى صينية كده مدهونة، نحط بقى معلقة من ده، من اللي فيه كاكاو. انا حطيت ازازة كده في النص عشان تديني شكل حلو. جبت ازازة كبيرة كده وقطعتها من النص، ورحت حطها في صينية في نص الصينية. احط بقى جزء من ده وجزء من اللي هو السادة فوق بعضه كده. الله على الجمال، ما شاء الله. تديني بقى رسمة حلوة قوي. مرة بقى من السادة ومرة من الكاكاو، لغاية ما اخلص الكمية كلها اللي معايا. شايفين بقى كده بالشكل ده. متنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك في القناة عشان قناتنا تكبر بيكم كده بإذن الله. شايفين بقى الرسمة عاملة ازاي. كده قربت اخلص الكمية اللي معايا. شايفين بقى بالشكل ده كده. ابدأ انزل بقى كده اللي على الازازة كده، الكمية خلصت. انزل بقى اللي عليها كده من فوق. اشيل بقى الازازة. طلعت بكل سهولة، وشايفين بقى ما شاء الله، شايفين الشكل بتاعها حلو ازاي. طبعا كان في شوية صغيرين كده من اللي هما السادة، حطيتهم في النص حبة صغيرين كده. كده دخلتها الفرن بقى، طبعا يكون الفرن سخن قبلها. اسخن الفرن يعني كده شوية الاول، وبعدين احطها في الرف اللي في النص، واسيبها كده لمدة نص ساعة.
يعدي من الوقت نص ساعة وابدأ افتح الفرن عليها ونشوف ايه الاخبار. طبعا بنختبرها بقى بأي حاجة بقى رفيعة كده. ممكن العيدان بتاعت شيش طاووق مثلا نحطها في النص كده، لو طلعت نضيفها معانا يبقى خلاص كده تمام مستوية. طلعتها بقى كده من الفرن وبقطعها بالشكل ده كده. شايفين بقى الرسمة طلعت حلوة ازاي؟ اتفضلوا معانا يا جماعة مع شوية شاي بقى كده وندفي الولاد. حاجة سهلة كده وسريعة. والمقادير يعني أظن في كل بيت بإذن الله يعني. شايفين بقى جزء أبيض والجزء التاني لونه بني. شايفين جميلة ازاي؟ طبعا لو انتوا عايزينها أعلى من كده ممكن تضاعفوا الكمية، يعني المقدار ده تعملوه على 2 تطلع معاكي أعلى من كده، أو ممكن تصغروا الصينية شوية، ممكن حاجة من الاتنين يعني.